تعرفوا حاجة عن عيد الاستقلال الأمريكي اللي الأمريكان بيحتفلوا بيه كل سنة؟ طيبكم سألتم ليه فرنسا أهدت تمثال الحرية لأمريكا؟ قصة ليها حكاية وليها علاقة باللغة شوية. في سنة 1776 أمريكا أعلنت استقلالها عن بريطانيا، خلاص إحنا دولة مستقلة عن بريطانيا. طبعا العدو التقليدي لبريطانيا كان فرنسا، عشان كده زقططوا في الموضوع وادوهم تمثال الحرية. طيب ايه علاقة ده بقى بالانجليزي الامريكاني؟ ما خدتش بس استقلال سياسي عن بريطانيا، دي عملت ثورة لغوية كمان. قالوا احنا مش هننطق ولا هنكتب زيكم. هنا ظهر مدرس هو نوا ويبستر، عارفينه اللي هو ويبستر ديكشنري بالظبط كده. هو عمل قاموس جديد يخلي الانجليزي ابسط وامريكي 100%. يا عم ما هو الانجليزي ده اصلا بتاع الانجليز، لا احنا هنخليه بقى امريكاني وتبقى دي لغتنا. ومن ضمن الحاجات الواضحه جدا اللي عملها انه مثلا خلى كلمات زي color تبقى color بدل OUR theater بقى theater، وديفنس بقت ديفنس، وبكده اتولد الامريكان سبيلنج. طب والنطق؟ في انجلترا بتنتشر لهجه الارستقراطيين واللي اسمها received pronunciation، يعني مثلا تلاقي البريطاني يقول لك car hard. طبعا زي ما انتم شايفين دي كلمات بتخفي حرف الار. الامريكان رفضوا كده تماما وعملوا العكس تماما، مش انتوا بقى بتخفوا الار، لا ده احنا هنأكد على الار فيبقى car hard. كمان في ظاهره اسمها فلابينج، اللي هي بدل ما البريطانيين مثلا يقولوا water الامريكان يقولوا ايه بالظبط war. تتعلم انهي لهجه؟ تعلم اللهجتين. الامريكان نفسهم ساعات بيستخدموا كلمات بريطانيه والبريطانيين بيستخدموا كلمات امريكيه، الفرق مش كبير قوي ما بين اللهجتين.